انت عايزه تقابلي صاحبتك، ايه يا بنت هتروحي الدرس؟ لا مش رايحه الدرس دلوقتي، درس رخم ما بحبوش. ما هي الكتابه الهيروغليفيه؟ اي مقبره، اي معبد، الكتابه اللي اتكتبت على الحيطان كتابه هيروغليفيه. احنا رقم واحد يابا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حبايبنا اخواتنا طلابنا الطلاب اولى ثانوي في كل مكان في انحاء جمهوريه مصر العربيه. اهلا بكم ابطال، سموا الله صلوا على رسول الله. طبعا في البدايه انا عارف ان الناس كلها مستنيه مراجعه ليله الامتحان بتاعت مستر ايمن، الفيديو الجميل اللي بيتعمل اخر كل ترم، الساعتين الجمال اللي بيلموا لنا الترم كله. هنلاقي الاثنين الفيديو هيبقى موجود. بشرح فيديو ليله الامتحان يا اولاد. في درس كان عامل لكم مشكله اسمه درس الحياه الثقافيه والعلميه، وده يا اولاد اخر درس في المنهج. شرحناه في السناتر. طبعا في للاسف سنترين 3 كانوا متاخرين سنه، ما لحقناش نراجع فيهم الدرس ده. فعشان كده يا اولاد هديه مني لحضراتكم درس الحياه الثقافيه والعلميه كله على قناه اليوتيوب، فيديو واحد مدته ساعه او ساعه وربع ان شاء الله، مش اكتر من كده. بعد كده ندلل على الكلام اللي احنا هنشرحه بشويه حل، مش عيب، مفيش مشكله. بس ذكاء اولاد ان انت تكون فاهم كل معلومه انا بقولها. ذكاء اولاد ان حضرتك تبقى معايا كلمه بكلمه وتكتب معايا، سيبك من الملزمه او الكتاب، اكتب انت معايا كلمه بكلمه زي ما انا ما هكتب. وكل ما اخلص جزء وقف الفيديو واقعد احفظه واكتبه تاني، علشان خلاص دي اخر فرصه لينا. درس الحياه الثقافيه اللي انا عملته ده، الحياه الثقافيه والعلميه في مصر الفرعونيه. هتكلم عن العلوم اللي عند الفراعنه، هتكلم بقى عن الطب والتحنيط والحساب والهندسه والفلك، هتكلم عن الحياه الثقافيه، هتكلم عن الكتابات اللي كان بيكتبها الفراعنه. فقبل اي حاجه قال لك ان ربنا سبحانه وتعالى وهب مصر امكانيات طبيعيه وبشريه. ربنا ادانا امكانيات طبيعيه كتير، ورق البردي، احجار، خشب نكتب عليه، احجار نكتب عليها، حبر نكتب بيه، اقلام نكتب بيها. فربنا ادانا امكانيات طبيعيه كتير جدا وامكانيات بشريه اللي هو الانسان. مين اللي هيكتب؟ مين اللي هيخترع الحساب والكيمياء؟ هو الانسان. فقال لك ان ربنا وهب مصر امكانيات طبيعيه وبشريه خلت الانسان يفجر طاقه جواه اسمها الطاقه الابداعيه. يبقى ربنا ادانا امكانيات خلتنا نبدع في جميع المجالات. يبقى كان مقدمه للدرس قال لك ان ربنا وهب الانسان امكانيات طبيعيه وبشريه. ربنا وهب مصر امكانيات طبيعيه وبشريه خلتنا نفجر الطاقه الابداعيه اللي عندنا، خلتنا نبدع في كل المجالات. طب مستر، هو المصري القديم كان بيتكلم ايه؟ ايه اللغه اللي هو كان بيتكلمها؟ مش عارفين. احنا عشان نعرف المصري القديم كان بيتكلم ايه كان لازم يكون عندنا تسجيل صوتي مسجل للفراعنه، وللاسف دي حاجه مستحيل نلاقيها. فيا اولاد احنا ما عرفناش هو كان بيتكلم ايه. ايه ده يا مستر، هو مش بيتكلم هيروغليفي؟ لا، هو بيكتب هيروغليفي، لكن بيتكلم ايه احنا مش عارفين. بس احنا عرفنا ان هو كان بيتكلم لغه واحده. احنا عرفنا ان هو كان بيتكلم لغه واحده فقط، بس اللغه دي بيتكلمها بلهجات متعدده. يبقى احنا عرفنا معلومه جميله جدا ان المصريين القدماء كانوا بيتكلموا لغه واحده، لكن بيتكلموا اللغه دي بلهجات متعدده. زي ما احنا كلنا بنتكلم عربي، بس الاسكندراني غير القهراوي غير الصعيدي غير الفلاحين اللي هم اهل الشرقيه والمنوفيه والكلام ده كله، ودول فوق راسنا طبعا. فقال لك ان كل واحد ليه لهجه، بس كلنا في الاخر بنتكلم لغه واحده. الفراعنه كانوا كده، كلهم بيتكلموا لغه واحده بس بلهجات متعدده. قال لك ان المصريين القدماء اخترعوا الكتابه. طب اخترعوا الكتابه امتى؟ قبل الاسره الاولى، قبل ما يبقى فيه الاسره الاولى اصلا، قبل الملك مينا. طب يا ولاد كلمه قبل الاسره الاولى يعني قبل الوحده الثانيه، لان دي كانت الوحده الثانيه لمصر. الوحده الاولى كانت 4242، الوحده الثانيه كانت 3200 قبل الميلاد. فهو اخترع الكتابه قبل الوحده الثانيه. يبقى المصريين القدماء اخترعوا الكتابه قبل الاسره الاولى، قبل الوحده الثانيه، قبل الاسره الاولى، قبل الوحده الثانيه. يلا، الحياه الثقافيه والعلميه في مصر الفرعونيه. مصر عندها امكانيات طبيعيه وبشريه خلتنا نفجر الطاقه الابداعيه اللي عندنا، خلتنا نبقى مبدعين في كل المجالات. المصريين كانوا بيتكلموا لغه واحده بلهجات متعدده. اخترعنا الكتابه قبل الاسره الاولى، قبل الوحده الثانيه. طب ليه اخترع الكتابه؟ ليه المصريين كانوا بيكتبوا؟ لتسجيل انجازاته في جميع المجالات. يبقى المصريين القدماء زمان يا اولاد كانوا بيكتبوا عشان يسجلوا انجازاتهم ويسجلوا ابداعاتهم في جميع المجالات.
يبقى الكتابة قبل الأسرة الأولى قبل الوحدة الثانية. تاني، قبل الأسرة الأولى قبل الوحدة الثانية. طب السؤال مقالي، ليه بيكتبوا؟ عشان يسجلوا إبداعاتهم في جميع المجالات. أول كتابة عند المصريين هي الكتابة الهيروغليفية. إيه هي الكتابة الهيروغليفية؟ أنا هقول لك بقى. هو أنا دلوقتي لو عايز أكتب كلمة أيمن، أيمن مكونة من 4 حروف، بص كتبتها في ثانية. طب لو عايز أكتبها هيروغليفي، حرف النون هرسم شمس، حرف الميم هرسم موجة بحر، حرف الياء هرسم ثعبان الكبرى، حرف الألف هرسم نسر. ثانية واحدة كده يا ولاد، هو نسر بس نسر معاق شوية، هو نسر قلب على بطة أو كتكوت كده. المهم يعني أنا عشان أكتب كلمة أيمن رسمت شمس، بحر، تعبان، نسر. يعني الكتابة الهيروغليفية حروف ولا أشكال ورموز؟ لا يا مستر، دي كده الكتابة الهيروغليفية أشكال ورموز، كائنات حية. يبقى الكتابة الهيروغليفية أشكال ورموز، كائنات حية أو ظواهر طبيعية. يبقى الكتابة الهيروغليفية هي عبارة عن إيه؟ أشكال ورموز، كائنات حية وظواهر طبيعية. استخدمها في الكتابة على جدران المقابر والمعابد. يبقى أنت أي مقبرة، أي معبد، أي مقبرة، أي معبد، الكتابة اللي اتكتبت على الحيطان كتابة هيروغليفية. مثال، قال لي معبد الدير البحري، الملكة حتشبسوت سجلت أحداث رحلات بعثتها إلى بلاد بونت. أقف، معبد كتبت على حيطان المعبد هيروغليفي. طب قال لي كتابات على الهرم، الهرم عبارة عن مقبرة، الهرم عبارة عن إيه؟ مقبرة، يبقى كتابة هيروغليفية. الكتابة الهيروغليفية عرفت باسم الخط المقدس. ليه الخط المقدس؟ بيكتبوا بيها على جدران المقابر والمعابد. يبقى أول كتابة اسمها الكتابة الهيروغليفية. الكتابة الهيروغليفية هي عبارة عن أشكال ورموز، كائنات حية وظواهر طبيعية كتبنا بيها على جدران المقابر والمعابد، سميناها الخط المقدس. تاني يا ولاد، سميناها الخط إيه؟ المقدس. طب أنت شايف إن الكتابة الهيروغليفية سهلة ولا صعبة؟ صعب جدا. أنت بترسم أشكال ورموز، بترسم كائنات حية. طب تفتكر الكتابة الهيروغليفية كتابة سريعة ولا بتاخد وقت ومجهود؟ لا يا مستر، بتاخد وقت ومجهود. عشان كده المصريين القدماء عملوا نوع منها أسهل شوية، اسمها الكتابة الهيراتيقية. ما هي الكتابة الهيراتيقية؟ نوع مبسط من الكتابة الهيروغليفية. يبقى تاني يا ولاد، ما هي الكتابة الهيراتيقية؟ نوع مبسط من الكتابة الهيروغليفية. ما هي الكتابة الهيراتيقية؟ نوع مبسط من الكتابة الهيروغليفية. اللي اخترع هذا النوع هم الكهنة. الكهنة اللي هم رجال الدين. يبقى الخط ده اخترعوا الكهنة اللي هم رجال الدين، عشان كده سموه خط رجال الدين. يبقى الهيروغليفي كان صعب، فعملنا كتابة أسهل شوية اسمها الكتابة الهيراتيقية. ما هي الكتابة الهيراتيقية؟ نوع مبسط من الكتابة الهيروغليفية. اخترعوا الكهنة اللي هم رجال الدين. طب اخترعوا ليه؟ ليه اخترعوا نوع أسهل؟ لتوفير الوقت والسرعة في الكتابة والتدوين. يبقى هم اخترعوا نوع أسهل عشان يوفروا الوقت ويوفروا السرعة في الكتابة والتدوين. الكتابة الهيراتيقية كنت بستخدمها في الكتابة على قطع من الخشب أو ورق البردي. شايف السبورة دي؟ شايف الشاشة دي؟ سؤال امتحان. لقيت كتابة على قطعة خشب، لقيت كتابة على ورق بردي، هيراتيقي. طب لقيت كتابة على جدران المقابر والمعابد، هيروغليفي. يبقى أنا عندي كام كتابة؟ 2. أول كتابة هي الكتابة الهيروغليفية. أول كتابة هي الكتابة الهيروغليفية. ما هي الكتابة الهيروغليفية؟ أشكال ورموز، كائنات حية وظواهر طبيعية بيكتب بيها على جدران المقابر والمعابد، سماها الخط المقدس. طب الكتابة الهيراتيقية هو نوع مبسط من الكتابة الهيروغليفية. اخترعوا الكهنة اللي هم رجال الدين. طب اخترعوه ليه؟ عشان يوفروا وقت ويوفروا سرعة في الكتابة والتدوين. كتبوا على قطع من الخشب، كتبوا على ورق من البردي. تالت كتابة يا أولاد اسمها الكتابة الديموطيقية. ركز لي قوي فيها دي بقى. تالت كتابة اسمها الكتابة الايه؟ الديموطيقية. ايه هي الكتابة الديموطيقية؟
انا هقول لك دلوقتي. انت حضرتك عايز تبعت لصاحبك رساله على الواتساب تقول له فيها يلا نتقابل نروح درس مستر ايمن. هتقول لصاحبك ايه؟ انت يالا هتروح درس القماش؟ طبعا مفيش ولا مستر ولا ايمن دي خالص. ولا هتروح درس القماش؟ لا يا عم، رخم وهيقعد يحفظنا ويقعد يسمع لنا في الحصه، تولع الحصه على اللي فيها، ويروح شاتمني انا وصاحب السنتر والطلبه مش عارف ليه يعني. تمام؟ ويروح ما خلاص على الواتساب يقعد انت يالا يا ابني كده. فاهم ازاي؟ هو بيكلم صاحبه لغه عربيه فصحى ولا لغه عاميه؟ لغه عاميه. انت عايزه تقابلي صاحبتك، ايه يا بنت هتروحي الدرس؟ لا مش رايحه الدرس دلوقتي، درس رخم ما بحبوش، تعالي نروح درس الكمبيوتر. بتكلمي صاحبك لغه عاميه، بتكلمي صاحبتك يخرب بيت سنينك، بتكلمي صاحبتك لغه عاميه. هل بتكلموا بعض لغه عربيه فصحى؟ هل انت بتقول لصاحبك حسنا ايها الصديق سوف التقي بك الساعه 6 مساء كي نتلقي بعض المحاضرات على يد الاستاذ القدير ايمن القماش؟ اكيد انت ما عملتش كده. الكتابه العامه، الكتابه الشعبيه، اللغه العامه اسمها الكتابه الديموتيقيه. يبقى الكتابه الديموتيقيه هي الكتابه العامه، هي الكتابه الشعبيه الشعب بيكتب بيها لبعضه، هي الكتابه الداركه اللي كله بيكتبها. يبقى الكتابه الديموتيقيه هي الكتابه العامه، الكتابه الشعبيه الكتابه الداركه. ظهرت في العصر المتاخر، ده سؤال امتحان. ظهرت في العصر المتاخر يعني ما كانتش موجوده عصر الدوله القديمه، ما كانتش موجوده عصر الدوله الوسطى، ما كانتش موجوده عصر الدوله الحديثه. يبقى لو جالي سؤال امتحان قال لي دوله قديمه وسط حديثه ينفع اختار ديموتيقيه؟ لا، ما كانتش لسه الديموتيقيه ظهرت. الديموتيقيه ظهرت في العصر المتاخر. طب واحد من الشعب بيكتب رساله لواحد من الشعب، هل هيكتبها على ورق بردي؟ لا، هيكتبها على كسرات الفخار. كسرات الفخار اللي هي الاسطرقه. يلا ولاد، هيكتبها على كسرات الفخار اللي هي الايه؟ الاسطرقه. يبقى الكتابه الديموتيقيه هي كتابه عامه شعبيه داركه ظهرت في العصر المتاخر. تاني، ظهرت في العصر المتاخر، ما ظهرتش في الدوله القديمه ولا الوسطى ولا الحديثه. كانوا بيكتبوا على كسرات الفخار اللي هي الاسطرقه. يبقى كده يا اولاد الكتابات اللي معايا: الكتابه الهيروغليفيه، تعريفها اشكال ورموز كائنات حيه وظواهر طبيعيه بيستخدموها في الكتابه على جدران المقابر والمعابد، اسمها الخط المقدس. طب الهيراتيقيه هي نوع مبسط من الكتابه الهيروغليفيه، اخترعوا الكهنه اللي هم رجال الدين. طب ليه عملوا نوع مبسط من هيروغليفي؟ لتوفير الوقت والسرعه في الكتابه والتدوين. الهيراتيقي خشب هوبردي، الهيروغليفي جدران مقابر ومعابد، الديموتيقي على الاسطرقه. اخر كتابه اسمها الكتابه القبطيه. ركز لي في دي قوي، سؤال امتحان. اخر كتابه اسمها الكتابه القبطيه. ايه هي الكتابه القبطيه؟ كتابه خاصه باخواتنا المسيحيين. لو حد مسيحي بيتفرج معايا على الدرس، الحرف ده اسمه ايه؟ الفا. وده حرف تاني قبطي، حروف قبطيه مش هيعرفها غير المسيحيين. الكتابه القبطيه، الكتابه المسيحيه هي عباره عن حروف ديموتيقيه اضافوا اليها حروف يونانيه. يبقى الكتابه القبطيه هي عباره عن حروف ايه؟ ديموتيقيه ويونانيه. جابوا حرف ديموتيقي مع حرف يوناني خلطوهم ببعض طلعت الكتابه القبطيه. يبقى الكتابه القبطيه حروف ديموتيقيه وحروف يونانيه. طب ينفع اسال سؤال؟ حروف ديموتيقيه وحروف يونانيه، هل الكتابه القبطيه كتابه مصريه خالصه؟ لا، عشان فيها حروف يونانيه. طب لو قال لي ايه الكتابه اللي اتاثرت بالحضارات الاوروبيه؟ الكتابه القبطيه عشان ديموتيقيه ويونانيه. طب الكتابه القبطيه ظهرت في مصر مع انتشار الديانه المسيحيه. الديانه المسيحيه لما ظهرت في مصر، مصر كانت تحت احتلال الرومان. يبقى الكتابه القبطيه عرفت عنها 3 معلومات: هي مش كتابه مصريه خالصه، فيها حروف يونانيه، ظهرت في مصر مع انتشار الديانه المسيحيه. مصر وقتها كانت تحت احتلال الرومان. مش بس كده، قال لك ان الكتابه القبطيه ظهرت في مصر مع انتشار الديانه المسيحيه. الديانه المسيحيه دخلت مصر في القرن الثاني الميلادي. القرن الثاني الميلادي، القرن الثاني الميلادي، القرن 100 سنه. القرن الثاني يعني سنه 200 ميلاديا. الكتابه القبطيه ظهرت لما الديانه المسيحيه دخلت مصر. يعني اصلا ما كانش فيه عصر اسمه العصر الفرعوني، ما كانش فيه الفراعنه خلاص. يعني ولا كان فيه دوله قديمه ولا وسطى ولا حديثه ولا متاخر ولا الكلام ده خالص. يبقى يا اولاد اللي عايز يراجع معايا،
ربنا سبحانه وتعالى وهب مصر امكانيات ايه؟ طبيعيه وبشريه، خلت الانسان يفجر طاقه اسمها الطاقه الابداعيه في جميع المجالات. المصريين كانوا بيتكلموا لغه واحده بس بلهجات متعدده. اخترعوا الكتابه قبل الاسره الاولى، قبل الوحده الثانيه. طب ليه اخترع الكتابه؟ عشان يسجل انجازاته في كل المجالات. الكتابه الهيروغليفيه هي عباره عن اشكال ورموز كائنات حيه وظواهر طبيعيه، عرفت باسم الخط المقدس عشان بيكتبوا على جدران المقابر والمعابد. الكتابة الهيراتيقية نوع مبسط من الكتابة الهيروغليفية، اخترعوا الكهنة اللي هم رجال الدين عشان يوفروا وقت وسرعة في الكتابة والتدوين. بيكتبوا على قطع خشب أو ورق بردي. طب الكتابة الديموتيقية عامة شعبية داركة، الشعب بيكتب بيها لبعضه، ظهرت في العصر المتأخر وكانوا بيكتبوا بيها على كسرات الفخار اللي هي الاستراقة. الكتابة القبطية هي حروف ديموتيقية وحروف يونانية، ظهرت في مصر لما انتشرت الديانة المسيحية. وقتها مصر كانت تحت احتلال الرومان. طب أساتذة، أدوات الكتابة، إيه الأدوات اللي المصري القديم كان بيستخدمها في الكتابة؟ بص يا باشا، أول حاجة المصري القديم كان بيكتب بلونين من الحبر، حبر أحمر وحبر أسود. يبقى أول حاجة حبر أحمر وحبر إيه؟ أسود، دول لونين الحبر. بيكتب بأقلام مصنوعة من نوع خشب اسمه خشب البوس. ايه هو خشب البوس؟ خشب خفيف جدا بيشرب المية، بيشرب الحبر. خشب البوس ده اولاد اللي احنا بنعمل منه الطيارات، خشب خفيف قوي كده يطير في الجو اصلا. فلكن الحبر كان احمر واسود. اقلام مصنوعة من خشب اسمه خشب البوس. كان بيكتب على الاحجار، الاخشاب، المعادن. كان بيكتب على الخزف. ايه هو الخزف؟ شفت الطبق الصيني اللي عندنا في البيت؟ عندنا احنا طبق صيني كده، اللي هو لو وقع الكسر ده امك هتطردك انت وابوك من البيت اصلا. تمام؟ امك ممكن يحصل حاله طلاق لو النيش ده جرى له حاجه، فاهم؟ احنا عندنا النيش ده ما اتفتحش من 1995 بجد مش هزار. من قبل ما اتولد وهو لسه ما اتفتحش اصلا. عارفين الطبق الصيني اللي في البيت؟ هو ده الخزف. فلك كان بيكتب على احجار، اخشاب، معادن، خزف. واحيانا لما اخترع ورق اسمه ورق البردي بقى يكتب عليه. الدوله الوحيده اللي صنعت ورق البردي كانت مصر. مصر صدرت ورق البردي لبلاد اسمها غرب اسيا. صدرنا ورق البردي للبلاد اللي بتطل على البحر المتوسط. صدرنا ورق البردي لقاره اسمها قاره اوروبا. يبقى الطالب اللي فهم معايا والطالب اللي اتكلم معايا عرف ان احنا بنكتب بحبر احمر واسود، اقلام مصنوعه من خشب اسمه خشب البوس. كتبنا على الاحجار، الاخشاب، المعادن، الخزف وورق البردي. صدرناه لغرب اسيا، بلاد البحر المتوسط اللي هي الدول اللي بتطل على البحر المتوسط، وبلاد اوروبا. طبعا كل ده اولاد انا كنت بشرح لحضرتك الكتابه، يعني واحد في الدرس شرحت الكتابه. بعد ما شرحت الكتابه يا اولاد كاتب على السبوره رقم 2 تاني حاجه هشرحها، مراكز العلم في مصر. ايه الاماكن اللي المصريين هيتعلموا فيها؟ قبل ما اقول لك الاماكن اللي المصريين هيتعلموا فيها، عايز اتكلم عن العلماء، وعايز اتكلم عن المعلم، وعايز اتكلم عن الطالب. قبل ما اتكلم عن مراكز العلم في مصر، قبل ما اتكلم عن الاماكن اللي المصريين بيتعلموا فيها، حبيت اتكلم عن العلماء، المعلم، الطالب. العلماء ليهم مكانة كبيرة في الدولة، ليهم تقدير في الدولة لا يفوق أحد. يعني مفيش حد متقدر في البلد قد العلماء. أكتر ناس متقدرة في مصر الفرعونية هم العلماء. دلوقتي الدولة الحمد لله. العلماء كان ليهم تقدير كبير في الدولة. الدولة كانت بتعفي العلماء من دفع الضرائب، يعني بتخفف أعبائهم الاقتصادية، ما بتاخدش منهم ضرائب. طب المعلم كان ليه مكانة كبيرة. المعلم كان ليه مكانة كبيرة. المعلم كان ليه مكانة كبيرة، مش بس ليه مكانة كبيرة، ده كمان ان المعلم كان بيبقى ليه تقدير من الطلاب. يبقى المعلم ليه مكانة كبيرة وليه تقدير من الطلاب. يبقى العلماء اتعافوا من دفع ايه؟ الضرائب. يعني الدولة بتخفف اعبائهم الايه؟ الاقتصادية. المعلم ليه مكانة كبيرة لانه كان ليه مكانة كبيرة، الطلبة بتقدره. طب الطالب كان يجتهد. يبقى الطالب اللي فهم، الطالب كان يجتهد عشان يصل في مكانة زي معلمه.
يلا الطالب بيجتهد عشان يصل في مكانه زي معلمه. يبقى مراكز العلم في مصر: 1 العلماء، الدولة بتعفيهم من دفع الضرائب. 2 المعلم يجتهد علشان، او المعلم بيبقى ليه تقدير وسط الطلاب. الطالب يجتهد عشان يصل في مكانه زي معلمه. يبقى العلماء الدولة بتعفيهم من دفع الضرائب، بتخفف اعبائهم الاقتصادية. المعلم ليه تقدير من الطلاب. الطالب بيجتهد عشان يصل في مكانه زي معلمه. اول مكان بيتعلموا فيه هي المدارس. المدارس ظهرت في عصر الدولة القديمة، اواخر الدولة القديمة. هنتعلم فين؟ ألف، المدارس ظهرت امتى؟ اواخر الدولة القديمة، يعني في الأسرة السادسة. مدارس دينية موجودة في المعابد. مدارس عسكرية موجودة في الجيش. ومدارس تانية بقى للطب، التاريخ، جغرافيا، هندسة، لغة. مش هيجيب لك سؤال عن المدارس إلا لو قال لك ظهرت امتى؟ أواخر الدولة القديمة الأسرة السادسة. طب بعد المدارس، تاني حاجة كنا ممكن نتعلم فيها هي الجامعات. بس زمان الجامعات كان اسمها مراكز البحث العلمي. زمان الجامعة دي كان اسمها مراكز البحث العلمي. من كتر حب المصريين في العلم سموا الجامعات باسم بيوت الحياة. الجامعات اسمها مراكز البحث العلمي. الجامعات عرفت باسم بيوت الحياة. هم سموا الجامعة بيت الحياة من كتر ما هم بيحبوا التعليم أصلا. أشهر جامعة في مصر كان اسمها أون أو هليوبلس. وأشهر جامعة في مصر اسمها أون أو هليوبلس. أعرف عنها 4 معلومات. الجامعة دي عايز أعرف عنها 4 معلومات، سؤال امتحان أقسمت بالله. جامعة أون أو هليوبلس: 1 بيجي لها طلاب من كل أنحاء العالم. جامعة أون أو هليوبلس هي اللي وضعت التقويم الشمسي. إيه هو التقويم الشمسي؟ إن الجامعة دي هي اللي قسمت السنة ل 365 يوم وربع. يعني عرفوا ان الشمس بتلف حوالين الارض 365 مره وربع في السنه. قسموا السنه لشهور والاسابيع والايام. الجامعه دي جالها طلاب من كل انحاء العالم، وضعت التقويم الشمسي. كانت متخصصه في الدين، طب، هندسه، فلك. الجامعه دي حافظت على اللغه المصريه. هذه الجامعه حافظت على الهويه المصريه. مش فاهم يا مستر، يعني ايه حافظت على اللغه؟ هي اللغه هتتسرق؟ اللغه بتتسرق. اللغه بتتسرق ازاي؟ تعال اقول لك. هو الشعب الجزائري، عارفين الشعب الجزائري بيتكلم ايه؟ فرنسي. ليه؟ عشان لما فرنسا احتلت الجزائر 132 سنه نست الشعب الجزائري اللغه العربيه وعلمتهم الفرنسيه. اللغه بتاعتهم اتسرقت. فقال لك ان الجامعه دي هي اللي حافظت على اللغه المصريه لما مصر كانت بتتعرض للاحتلال في اواخر العصر الفرعوني. اواخر عصر الفراعنه مصر كانت بتتعرض لاحتلال. المحتل اللي كان بيجي كان بيحاول يقضي على اللغه المصريه او الهويه المصريه. كان بيحاول ياخد اللغه بتاعتنا مننا. فاللي كان حافظ على اللغه جامعه اون او هليوبلس. الجامعه دي حافظت على اللغه، يعني كان ليها دور قومي ان هي حافظت على اللغه بتاعتنا. زي ما قلت لحضرتك، مراكز العلم في مصر: العلماء الدوله بتعفيهم من دفع الضرائب، بتخفف اعبائهم الاقتصاديه. المعلم كان ليه تقدير وسط الطلاب. الطالب يجتهد عشان يصل في مكانه زي معلمه. المدارس ظهرت اواخر الدوله القديمه، يعني في الاسره السادسه. ما هي القديمه دي من الثالثه للسادسه. مدارس دينيه في المعابد، مدارس عسكريه في الجيش، ومدارس متخصصه اخرى. الجامعات اللي هي كان اسمها مراكز البحث العلمي او اسمها بيوت الحياه. اشهر جامعه اسمها اون او هليوبلس، بيجي لها الطلبه من كل انحاء العالم، وضعت التقويم الشمسي. كانوا بيدرسوا دين وطب وهندسه وفلك. الجامعه دي حافظت على اللغه المصريه، حافظت على الهويه المصريه. لما مصر تعرضت للاحتلال وكانوا عايزين ياخدوا مننا اللغه بتاعتنا، الجامعه دي يا اولاد اتدخلت وحافظت على اللغه بتاعتنا. اخر مكان ممكن نتعلم فيه هي المكتبات. المكتبات دلوقتي فيها كتب، لكن زمان المكتبه ما كانش فيها كتب. امال كان فيها ايه؟ لفائف من ورق البردي.
يبقى المكتبات زمان تحتوي على لثائف من ورق البردي، وطالما كتبنا على ورق البردي يبقى كتابه ايه؟ هيراتيقيه. شفتوا بقى ازاي مستر ايمن شاطر عمال يربط الدرس كله ببعضه اهو. مش الكتابه الهيراتيقيه خشب وبردي؟ طب قال لك ان المكتبات تحتوي على لثائف من ورق البردي يبقى كتابه هيراتيقيه. اللي مكتبات موجوده لا اما في المعابد، لا اما في قصور الملوك، لا اما تلاقيها في المدارس، لا اما تلاقيها في الجامعات. يبقى المكتبه لا اما في المعبد، لا اما في القصر، لا اما في المدرسه، لا اما في الجامعه. يبقى المكتبه لا اما في المعبد، لا اما في القصر، لا اما في المدرسه، لا اما في الجامعه. اشهر مكتبه زمان كانت مكتبه داخل معبد اسمه معبد الروميسيوم. اللي بنى هذا المعبد هو الملك رمسيس الثاني عصر الدولة الحديثة. يبقى المكتبات ورق بردي كتابة هيراتيقية. عايز تدور على المكاتب ما تلفش، انا بقول لك لا اما في المعابد، لا اما في القصور، لا اما في المدارس، لا اما في الجامعات. اشهر مكتبة معبد الروميسيوم. اللي بنى المكتبة دي واللي بنى المعبد ده رمسيس الثاني عصر الدولة الحديثة. ما تفكرني انا بشرح النهارده، مش فكرني. واحد، الكتابة، خلصت لك الكتابة كلها وهراجع عليها. 2، مراكز العلم في مصر، خلصتهم. 3، الأدب. يلا 3 ايه؟ الأدب. يبقى أنا شرحت الكتابة، مراكز العلم في مصر، هاخد الأدب وراجع على ال3. ايه هو الأدب؟ انت راجل بتدرس عربي بقى، عيب بقى ما تصغرناش. انت راجل بتاع عربي يعني. ايه هو الأدب؟ نثر، شعر، خطابة. يعني لو البلد في فترة قوة الأدباء هيمدحوا الملك. طب لو البلد في فترة ضعف ينصحوا الملك، ما سمعش النصيحة هيذموا في الملك. الأدب ده يا أولاد هو اللي بيعرفك العصر اللي أنت عايش فيه. يعني أنا مثلا مسكت عصر الدولة الإسلامية، عايز أعرف الدولة دي قوية ولا ضعيفة، أشوف الأدباء كتبوا إيه. طب أنا دلوقتي عايز أعرف العصر الجاهلي ما قبل الإسلام، أشوف الأدباء كتبوا إيه. فلكن الأدب ده هو اللي بيعرفك كل حاجة عن البلد. الأدب مرآة لحياة الشعوب. بص الكلمة الجميلة اللي جاية، الأدب مرآة لحياة الشعوب. هي المراية دي بتعمل إيه؟ بشوف فيها نفسي. فالأدب هو مرآة لحياة الشعوب. عايز تشوف حياة الشعب روح على الأدب. الأدب مرآة لحياة الشعوب وتعبيرا صادقا عن أفكارها. يبقى الأدب مرآة لحياة الشعوب وتعبيرا صادقا عن أفكارها. مرآة لحياة الشعوب، تعبيرا صادقا عن أفكارها. هو اللي يقول لك أفكار البلد بجد، مش هيكذب في حاجة. يبقى احنا يا أولاد عايزين نعرف عصر الدولة القديمة قوة ولا ضعف، روح للأدباء. عايز تعرف الملك إخناتون قوة ولا ضعف، روح للأدباء. هتلاقيهم هيقعدوا يذموا في الملك لأنه عمل ثورة دينية وما اهتمش بالبلد. أنواع الأدب: ألف، الأدب الديني. الأدب إيه؟ الديني. الأدب الديني هيتكلم عن إيه؟ هيتكلم عن البعث والخلود، هيتكلم عن الحساب بعد الموت، هيتكلم عن الأناشيد الدينية، هيتكلم عن الأساطير الدينية زي أسطورة اسمها إيزيز وأوزوريس. يبقى تاني الأدب هيتكلم عن إيه؟ أدب ديني. أدب دين هيتكلم عن إيه؟ بعث وخلود، حساب بعد الموت، أناشيد دينية، أساطير دينية زي أسطورة إيزيز وأوزوريس. يبقى الأدب هو بيتكلم عن البعث والخلود، الحساب بعد الموت، أناشيد دينية، أساطير دينية زي إيزيز وأوزوريس. اللي فهم الحتة دي أقسمت بالله درس خلص، أقسمت بالله درس خلص. الأدب الديني، نصوص الأهرامات. وخلي بالك إن أي هرم عبارة عن مقبرة. نصوص التوابيت، 90% من التوابيت مصنوعة من الخشب. كتاب الموتى ده كتاب مصنوع من ورق البردي. الأدب الديني 3 أنواع: نصوص الأهرامات، تعاويذ، أدعية،
بتتكتب على حيطان الهرم، واحنا عارفين ان الهرم عباره عن مقبره، يبقى نصوص الاهرامات تعاويذ وادعيه بتتكتب على هرم. الهرم ده عباره عن مقبره. طب ليه بيكتبوا على المقبره تعاويذ وادعيه؟ عشان يحموا بيها المتوفي، تحرس المتوفي كده وتخلي بالها منه. طب اسال سؤال، كتبنا على جدران الهرم، كتبنا على جدران المقبره، يبقى كتابه ايه؟ هيروغليفيه. وطالما قال لي اهرامات يبقى ظهرت في عصر الدوله القديمه. طب نصوص التوابيت اللي مصنوعه من الخشب هي عباره عن تعاويذ وادعيه بتتكتب على التابوت اللي مصنوع من الخشب عشان تحمي المتوفي. بيكتبوا على تابوت من الخشب، يبقى كتابه هيراتيقيه ظهرت في عصر الدوله الوسطى. كتاب الموتى ده كتاب معمول من ورق البردي، بيكتبوا فيه تعاويذ وأدعية بيحطوه مع الميت في المقبرة عشان يحمي المتوفي. طب ورق بردي مكتوب على ورق بردي، يبقى كتابة هيراتيقية ظهر في عصر الدولة الحديثة. اقف يا ابني. نصوص الأهرامات ظهرت في الدولة القديمة، نصوص التوابيت ظهرت في الدولة الوسطى، كتاب الموتى ظهر في الدولة الحديثة. طب نصوص الأهرامات تعاويذ وأدعية بتحمي المتوفي، نصوص التوابيت تعاويذ وأدعية بتحمي المتوفي، كتاب الموتى تعاويذ وأدعية بتحمي المتوفي. دي على حيطة الهرم، على حيطة المقبرة كتابة هيروغليفية. دي على تابوت خشب كتابة هيراتيقية. دي على ورق بردي كتابة هيراتيقية. فقال لحضرتك إن أول أدب اسمه الأدب الديني. تاني أدب اسمه أدب القصة والرواية. إيه ده؟ هم المصريين الفراعنة ولاد اللعيبة دول كانوا بيكتبوا قصص؟ كان عندهم قصص حقيقية وكان عندهم قصص خيالية. يبقى الفراعنة زمان كان عندهم نوعين قصص، قصص حقيقية وقصص خيالية. قصص حقيقية يعني حاجات حصلت بجد، زي قصة واحد حكيم محترم اسمه سنوهي. سنوهي ده كان شخص كده كويس بيدعو الناس للخير. وقصة حقيقية اسمها القروي الفصيح. القروي ده فلاح فصيح عامل نفسه فاهم في كل حاجة وغرق البلد كلها. يبقى قصص حقيقية زي سنوهي والقروي الفصيح. قصص خيالية زي الأخوين، أخ طيب وأخ شرير. والملاح يعني البحار التائه، ملاح بحار تاه في البحر. قصص خيالية ملهاش لازمة. يبقى المصريين القدماء كان عندهم قصص حقيقية حاجة تحصل بجد يكتبوها في شكل قصة، أو قصة خيالية هم بيألفوها. كمان الفراعنة عرفوا الدراما التمثيلية. إيه ده يا مستر؟ كان عندهم تمثيليات؟ لا، الدراما التمثيلية اللي هو المسرح، بيعملوا مسرحيات. بس يا مستر احنا نعرف ان اول بلد عرفت الدراما التمثيلية كانت بلاد اليونان. غلط. احنا عرفنا الدراما التمثيلية قبل اليونان. احنا عرفنا الدراما التمثيلية سنة 2400 قبل الميلاد. احنا رقم 1 يوم. فقال لك ان مصر كان فيها ادب ديني، كان فيها ادب قصة ورواية، قصص حقيقية وقصص خيالية. كمان المصريين عرفوا الدراما التمثيلية قبل اليونان. ثالث أدب هو ده أدب الحكمة والنصيحة. إيه هو أدب الحكمة والنصيحة ده؟ دي الحكم، الوصايا، النصائح اللي بتتورث من جيل إلى جيل. يبقى أدب الحكمة والنصيحة هي الحكم والوصايا والنصائح اللي بتتورث من جيل إلى جيل، بتتورث من جيل للتاني. يبقى أدب الحكمة والنصيحة هي حكم، وصايا، نصائح بتتورث من جيل إلى جيل. يعني جدي نصح أبويا، فأبويا نصحني، فأنا نصحت ابني، أو لسه هنصحه على لما يجي إن شاء الله، يعني لما ربنا يكرمني كده وأخلف. فقال لحضرتك بكل بساطة جدي لخص تجارب الحياة كلها واداها لأبويا في شكل نصيحة. قال له يا ابني اتقي ربنا في شغلك تكسب. فابويا لخص حياته كلها في نصيحه ليا. قال لي اتقي ربنا في شغلك وخلي بالك من ولاد الناس اللي هم امانه في رقبتك.
فانا هلخص تجاربي في الحياه كلها فانصح بيها ابني. فلك هي حكم ووصايا ونصايح بتتورث من جيل لجيل عشان نحافظ على قيم المجتمع. اشهر حكيم في عصر الدوله القديمه هو الحكيم بتاع حتب، واشهر حكيم في عصر الدوله الحديثه هو الحكيم إني. ده غير ويني اللي هو قائد الجيش في عهد بيبي الاول. ويني ده قائد جيش، إني حكيم في عصر الدوله الحديثه. رابع ادب هو الادب السياسي. ركز في الكلمه، ادب ايه؟ سياسي. الادب السياسي هو راي الادباء في الملك ونظام الحكم. يبقى تاني يا ولاد، الادب السياسي هو راي الادباء في الملك ونظام الحكم. يعني بقول لك ادب سياسي يعني نظام الحكم. ايه راي الادباء في الملك؟ ايه راي الادباء في نظام الحكم؟ والله لو البلد في فتره قوه يمدحوا الملك. لو البلد في فتره قوه يمدحوا الملك. طب مستر لو البلد في فتره ضعف ينصحوه. طب ما سمعش النصيحه يذموا فيه. الادب السياسي راي الادباء في الملك ونظام الحكم. لو البلد في فتره قوه يمدحوا الملك، لو البلد في فتره ضعف ينصحوه، بعد كده يذموا فيه. فترات قوه زي عصر الدوله القديمه، الوسطى، الحديثه. فترات ضعف انتقال اول، انتقال تاني، متاخر. فترات قوه الاسره ال26. فترات ضعف اواخر الدوله القديمه في الاسره السته في اخرها خالص. فحسب البلد في فتره قوه ولا ضعف. بص يا اولاد، درس النهارده الحياه الثقافيه والعلميه في مصر الفرعونيه. المصريين كتبوا، كان عندهم علوم، كان عندهم ثقافه، عشان ربنا سهل لهم الدنيا ان هو اداهم امكانيات طبيعيه وبشريه. المصريين القدماء كانوا بيتكلموا لغه واحده بس بلهجات متعدده. اخترعوا الكتابه قبل الاسره الاولى، قبل الوحده الثانيه، عشان يسجلوا احداثهم في جميع المجالات. هيروغليفي بيكتبوا بيه على حيطان المقابر والمعابد، مش عايزين نطول. هيراتيقي خشب وبردي. تيموديقي على الاستراقه، ودي ما كانتش موجوده ولا في القديمه ولا الوسطى ولا الحديثه. القبطيه حروف ديموتيقيه ويونانيه، يعني مش كتابه مصريه. كانوا بيكتبوا بحبر احمر واسود، اقلام من خشب اسمه البوس، بيكتبوا على الاحجار والاخشاب والمعادن والخزف. ورق البردي الدوله الوحيده اللي صنعته مصر، صدروه لغرب اسيا، بلاد البحر المتوسط وبلاد اوروبا. العلماء الدوله بتعفيهم من دفع الضرائب. المعلم ليه تقدير من طلابه. الطالب بيجتهد عشان يبقى زي معلمه. المدارس ظهرت اواخر الدوله القديمه. الجامعات كان اسمها مراكز البحث العلمي او بيوت الحياه، زي جامعه اون او هليوبلس. كان بيجي لها طلاب من كل انحاء العالم، وضعوا التقويم الشمسي، حافظت على اللغه المصريه او الهويه المصريه من الاحتلال اللي كان بيحاول يسرق اللغه بتاعتنا. يعني كان ليها دور قومي. المكتبات فيها ورق بردي، يعني كتابه هيراتيقيه. اشهر مكتبه داخل معبد الروميسيوم اللي عمله رمسيس الثاني. الادب مرآة لحياه الشعوب، بيعكس لك حياه الشعب تعبيرا عن افكارها. بيقول لك الشعب كان وقتها بيفكر ازاي. ادب ديني، نصوص اهرامات، نصوص توابيت، كتاب موتى. اهرامات يبقى دوله قديمه، توابيت يبقى دوله وسطى، ورق بردي يبقى دوله حديثه. اهرامات يبقى كتابه هيروغليفيه، توابيت يبقى كتابه هيراتيقيه، ورق بردي يبقى كتابه هيراتيقيه. طب دي تعاويذ وادعيه، ودي تعاويذ وادعيه، ودي تعاويذ وادعيه. قصص حقيقيه، قصص خياليه، حكم ونصايح من جيل لجيل، راي الادباء في الملك ونظام الحكم. شرحت ايه؟ كتابه. مراكز العلم في مصر. الادب. رابع حاجه هشرحها هي العلوم. رابع حاجه هبدا اتكلم عنها حاجه اسمها العلوم. ايه العلوم اللي كانت عند المصريين القدماء؟ واحد، علم الحساب. عرفوا عن الحساب؟ جمع، طرح، ضرب، قسمه. عرفوا في الحساب علم اسمه علم المساحه. كانوا بيقيسوا المساحات. بس انتوا عارفين دلوقتي يا اولاد احنا بنقيس بالمتر. هم زمان ما كانش عندهم متر، كانوا بيقيسوا بالدراع. يعني بيقيسوا بالدراع. مثلا الارض دي طولها 6 دراع. عارف زمان كان ابويا يقول لي حاجه اسمها الشبر، كانوا بيقيسوا بالشبر، شبر، شبرين، 3.
فلكن هم زمان كان عندهم علم المساحه بس ما كانش عندهم متر، بيقدروه بالدراع. استخدموا الحساب فين؟ ليه اخترعوا علم الحساب؟ عشان يحسبوا رواتب الجنود والموظفين، وعشان يحسبوا الضرائب، ويحسبوا مواسم الزراعه، امتى هنحط البذره، امتى هنحط السماد، امتى هنروي الارض، امتى هنلم المحصول. اخر حاجه بيحسبوا مواسم الفيضان، يعرفوا امتى منسوب النيل هيرتفع، بيحسبوا ارتفاع منسوب النيل. لو منسوب النيل بيرتفع داخلين على فيضان، منسوب النيل بيقل يبقى احنا داخلين على جفاف. العلوم حته سهله قوي. علم الحساب، جمع طرح ضرب اسم. عرفوا الكسور، كسر 3 كسر 2 4 كسر 5. المساحه قدروها بالدراع. المساحه مهمه قوي يا اولاد، او الحساب مهم. الحساب رواتب الجنود والموظفين، حساب الضرائب، موسم الزراعه وموسم الفيضان. يبقى الحساب كان ليه اهميه بالزراعه. طب بعد علم الحساب تاني علم هو علم الهندسه. طبعا طالما قال لي هندسه يبقى عصر الدوله القديمه. قال لك ان علم الهندسه بلغت ذروتها يعني قمتها في عصر الدوله القديمه اللي هو اسمه عصر بناة الاهرامات. استخدموا الهندسه في بناء الاهرامات، المعابد، المقابر، الصوامع. استخدموا الهندسه في حفر الترع وتخطيط المدن. بالك ان علم الهندسه بلغت ذروتها او قمتها في عصر الدوله القديمه اللي هو عصر بناة الاهرامات. استخدموا الهندسه في بناء الاهرامات، المعابد، المقابر، الصوامع، حفر الترع وتخطيط المدن. يبقى تاني العلوم: 1 علم الحساب، جمع طرح ضرب اسمه. علم المساحه قدروه بالدراع، بيحسبوا رواتب الجنود والموظفين، بيحسبوا الضرائب، بيحسبوا موازن الزراعه، بيحسبوا مواسم الفيضان. علم الهندسه بلغت ذروتها وقمتها في عصر الدوله القديمه، بناء الاهرامات والمعابد والمقابر والصوامع وحفر الترع وتخطيط المدن. ثالث علم هو علم الفلك. اللي مش عارف يعني ايه كلمه فلك، النجوم والكواكب. علم الفلك بيدرس النجوم والكواكب. قال لك المصريين يهتموا بالفلك عشان الدين. كان اهتمام المصريين بالدين هو السبب ان هم يهتموا بعلم الفلك. مستر ايه علاقه الفلك بالدين؟ انا اقول لك ان هم زمان كانوا بيعبدوا الشمس والقمر، والشمس والقمر ده علم الفلك. فقال لك ان المصريين القدماء كان عندهم تقدم في علم الفلك، عرفوا اماكن النجوم واماكن الكواكب. كمان في علم الفلك عرفوا التقويم الشمسي، واللي عرف التقويم الشمسي كانت جامعه اون او هليوبلس، اللي هم كهنه اون او هليوبلس هم اللي عرفوا التقويم الشمسي. وشرحت لك التقويم الشمسي ان هم قسموا السنه ل 375 يوم وربع. في امبراطور روماني اسمه يوليوس قيصر. ده راجل روماني اسمه يوليوس قيصر، نقل التقويم الشمسي. يوليوس قيصر نقل التقويم الشمسي من مصر الى بلاد الرومان. يبقى يوليوس قيصر نقل التقويم الشمسي من مصر الى بلاد الرومان. يبقى الفلك اهتموا بيه عشان الدين. الفلك اهتموا بيه عشان الدين. عرفوا اماكن النجوم والكواكب، عرفوا التقويم الشمسي. كهنة اون او هليوبلس هم اللي وضعوا التقويم الشمسي. في امبراطور اسمه يوليوس قيصر اخذ التقويم الشمسي من مصر الى اليونان. رابع علم هو علم الطب. قال لك ان المصريين قدماء اهتموا بالطب. مش بس كده، وضعوا شروط عشان الشخص يكون طبيب. حطوا شروط للي عايز يلتحق بمدرسة الطب. اللي عايز يلتحق بالطب لازم يكون عنده شوية شروط: كثير الصمت، دكتور مش رغاي، حكيم بيعرف ياخد قرار، رحيم بالمرضى. فاولاد في شروط للي عايز يبقى دكتور: كثير الصمت، حكيم، رحيم. قال لك ان هم كان زمان عندهم مستشفيات لعلاج المرضى
ومستشفيات اخرى لصرف الادويه. كان عندهم تخصص في امراض النساء، العيون، البطنه، الجراحه. فقال لحضرتك ان هم كان عندهم تخصصات في الطب. اشهر الاطباء ايم حطب ابن حابو، دكتور اسمه كده ايم حطب ابن حابو. فقال لحضرتك ايم حطب ابن حابو كان من اشهر الدكاتره. طب طالما اتكلمت عن الطب يبقى هتكلم عن التحنيط. خلي بالك ان التحنيط اكتر حاجه بينت تقدم المصريين في الطب والتشريح. هم عشان يحنطوا الجثه لازم يشرحوها، لازم يطلعوا الامعاء عشان ما تعفنش، لازم يطلعوا المخ عشان ما يعفنش. كانوا بيطلعوا المخ ان هم يجيبوا ابره يدخلوها في فتحه المناخير، يعني الابره هتقف هنا عند العظمه دي، فيروحوا خابطين كده خابطين يكسروا العظمه اللي في النص ويسحبوا المخ كله من فتحه المناخير. في واحده قاعده دلوقتي معاها عماله تقول لي يا ايه القرف دي مستر؟ يا بنتي جثه ميته، بيشرحوا جثه ميته، الجثه مش حاسه بحاجه. فقال لك ان علم التحنيط بينت مدى تقدم المصريين في الطب والتحنيط. هم عشان يحنطوا كانوا بيستخدموا مواد كيميائيه. هم كانوا بيحنطوا عشان فكره اسمها البعث والخلود. يبقى بيحنطوا عشان البعث والخلود، والتحنيط بين مدى تقدم المصريين في الطب والتشريح. اخر علم عند المصريين القدماء هو علم الكيمياء. عد معايا، استخدموا الكيمياء في ايه؟ العقاقير. العقاقير اللي هي الادويه، الصبغه، صناعه الزجاج. مستر ايه علاقه الازاز بالكيمياء؟ الازاز ده رمل مضاف اليه مواد كيميائيه. والبرونز. الكيمياء المواد اللي بتخش في عمليه التحنيط. الكيمياء يبقى صناعه الاسمده. الكيمياء هنستخدمها في ايه؟ الادويه، العقاقير اللي هي الادويه، صبغه، الزجاج والبرونز، مواد تدخل في عمليه التحنيط، والاسمده اللي هو السماد. طبعا دي كانت حاجه اسمها العلوم، علم الحساب، علم الهندسه، علم الفلك، علم الطب والتحنيط والكيمياء. خلي بالك في الفلك المصريين وصلوا لمعلومه جميله قوي. في الفلك المصريين عرفوا حاجه حلوه جدا، ان الشمس تسقط على وجه الملك رمسيس الثاني. الشمس بتتعامد على وجه رمسيس الثاني مرتين في السنه. الشمس بتتعامد على وجه رمسيس الثاني مرتين في السنه، في عيد ميلاده واليوم الذي جلس على العرش. يبقى الشمس تتعامد على وجه رمسيس الثاني مرتين في السنه، مره في عيد ميلاده ومره في اليوم الذي جلس على العرش. يبقى اولاد اتكلمنا وخلصنا عن علم الكيمياء. انا بقى من الاول بشرح ايه؟ بص يا باشا، سمي الله وصلي على رسول الله. لو حضرتك مركز هتلاقي ان انا بدات لك اول حاجه بالكتابه، تمام؟ بعد الكتابه رقم 2 مراكز العلم في مصر. طب بعد مراكز العلم في مصر رقم 3 اتكلمت عن الادب. بعد الادب رقم 4 اتكلمت عن العلوم. بعد العلوم هبدا اتكلم عن رقم 5 وهي حاجه اسمها العماره. ركز لي بقى في العماره دي عشان مهمه جدا. اهي رقم 5 هتكلم عن حاجه اسمها العماره. الطالب اللي مش فاهم يعني ايه كلمه العماره، انا بتكلم عن المباني عند المصريين القدماء. يبقى انا لما اقول لك ان انا بتكلم عن العماره يبقى انا بتكلم عن المباني اللي كان بيبنيها المصريين القدماء. ما فيهاش حاجه صعبه، عماره يعني بتكلم عن مباني. فقال لك ان العماره تعبر عن ثقافه الامه. يعني ايه كلمه تعبر عن ثقافه الامه؟ انا هقول لك بقى. دلوقتي حضرتك دخلت منطقه او دخلت دوله زي دبي، هتروح دبي هناك هتشوف بقى ناطحات سحاب، هتشوف شوارع نظيفه جدا، هتشوف المسافه بين العماره والعماره كبيره، وفي جناين وديكورات وفي نظام. فانا هعرف ان الشعب ده شعب مثقف، شعب متعلم. طب خش عندنا منطقه المطريه، ممكن تبقى ماشي تلاقي توك-توكين جايين في وشك عكس وانت طريقك صح وهم اللي غلطانين، بس انت اللي هترجع. ليه؟ عشان انت جيت في وشهم فهم بيعاقبوك يعني. فشعب جاهل، ناس غير متعلمه. تلاقي البيوت لازقه في بعضها وحواري ضيقه، مفيش حد بيزرع، ممكن تلاقي واحد بيرمي زباله في البلكونه بتاعتك، ده عادي جدا. شعب جاهل، ناس معظمها مش متعلم. طبعا في ناس كويسه وزي الفل تمام، بس معظمها للاسف ناس جاهله. فقال لحضرتك ان العماره تعبر عن ثقافه الامه.
كلمه تعبر عن ثقافه الامه بتعرفك شكل البيوت، يعرفني الناس دي جهله ولا متعلمه. كمان بيعرفني امكانيات الدوله الطبيعيه والبشريه والاقتصاديه. انا عن طريق المباني، عن طريق العماير، اعرف الدوله دي غنيه ولا فقيره. يعني انا مثلا دوله دبي هي دوله غنيه، ليه؟ يا باشا كلها ناطحات سحاب اصلا. يبقى دوله عندها امكانيات اقتصاديه، عندها امكانيات بشريه، عندها مهندسين عرفوا يبنوا. طب روح لدوله زي السودان، ما عندهاش مباني، دوله فقيره، ما عندهاش قوه بشريه، ما عندهاش مهندسين عرفوا يبنوا. فقال لك ان انا من شكل العماره اعرف ثقافه الامه، واعرف امكانياتها البشريه، واعرف امكانياتها الاقتصاديه. خلي بالك ان العماره عند الفراعنه كانت متاثره بالدين. يا مستر، ايه علاقه المباني بالدين؟ ايه علاقه العماره بالدين؟ تعال انا اقول لك. المصريين القدماء زمان يا اولاد كانوا غراب شويه. هم من كتر حبهم في الدين ومن كتر حبهم في الالهه، تلاقي ان المصري القديم كان بيبني البيوت بتاعته من الطين، اللي هو طوب اسمه الطوب اللبني، ارخص حاجه. البيت بتاعه اللي هو عايش فيه كان بيبنيه من الطوب اللبني. طب تعالى بقى عند المعابد، بص بقى، تيجي عند المعبد تلاقيه بيبنيه من الحجر. يعني انت بتبني المعبد من الحجر وبتبني بيتك من الطوب اللبني؟ يعني بتبني المعبد من الحجر اللي هو الغالي وبتبني بيتك من الطوب اللبني اللي هو الرخيص؟ لان المعابد دي بيوت الالهه، لكن البيت اللي انا عايش فيه في الدنيا دي حياه مؤقته. طب بالنسبه للمقابر، قال لك بالنسبه للمقابر كان برضو بيبنيها من الاحجار. ليه يا مستر؟ لان المقابر دي هيعيش فيها حياه اسمها حياه الاخره. فقال لك ان المصري القديم كان عنده دماغ كده انت مش هتفهمها. بيوته اللي هو البيوت اللي هو عايش فيها دي، هي بالنسبه له الدنيا دي حاجه مؤقته شويه وهيموت، فكان بيبنيها من الطوب اللبني. لكن اللي كان بيهتم بيه وكان بيديله اهتمامه كله هي المعابد والمقابر. المعابد بيبنيها من الحجر والمقابر بيبنيها من الحجر، لان المعابد دي بيوت الالهه، لكن المقابر هيعيش فيها حياه اسمها حياه الاخره. فقال لك ان العماره تعبر عن ثقافه الامه، امكانياتها البشريه والاقتصاديه. العماره كان ليها ارتباط بالدين، بيبني بيوته من الطين والطوب اللبني، لكن المعابد بيبنيها من الاحجار عشان دي بيوت الالهه، والمقابر بيبنيها من الاحجار عشان يعيش فيها هناك حياه اسمها حياه الاخره. طب سموا الله صلى على رسول الله. بما ان انا بتكلم عن العماره عند المصريين القدماء، ركز لي قوي في اللي انا هقوله دلوقتي ده. اول حاجه هتكلم عنها في العماره رقم 1 المدن. بعد ما اتكلم عن المدن، رقم 2 هتكلم عن المقابر. بعد المقابر رقم 3 هتكلم عن المعابد. اول حاجه المدن. قال لك ان المصري القديم كان بيبني المدن بتاعته في شكل دائري. يعني تلاقي البيوت كده واخده شكل ايه؟ دائري. اهو البيوت، شايف المباني عامله ازاي؟ واخده شكل ايه؟ دائري، يحيط بيها سور من طوب اسمه الطوب اللبني. يبقى المدن بيتم تخطيطها في شكل دائري، البيوت كده تلاقيها واخده شكل دائري وبعدين حواليها سور من الطوب اللبني. المدن مقسمه الى احياء فقيره واحياء متوسطه واحياء غنيه. الاحياء الفقيره هتلاقي البيوت لازقه في بعضها، مفيش مسافات بين بيت والتاني، كله لازق في بعضه، شوارع ضيقه. طب الاحياء المتوسطه زي منطقه الزيتون، زي منطقه مصر الجديده، دلوقتي مصر الجديده بقت متوسطه، ما بقتش غنيه خلاص. طب الاحياء الغنيه زي التجمع، عارف انت الناس اللي عايشه في الكومباوندات عندهم كده مسافات بين بيت وبيت، عندهم خضره، عندهم سور خاص بيهم اللي هو الكومباوند. فقال لحضرتك ان المدن بيتم تخطيطها في شكل دائري وبيحيط بيها سور من الطوب اللبني. احياء فقيره، شوارع ضيقه، بيوت لازقه في بعض، واحياء متوسطه واحياء غنيه. خلي بالك ان كمان تلاقي ان المدن فيها مباني اداريه، تلاقي فيها معابد، تلاقي فيها مستشفيات، تلاقي فيها مدارس، كل ده في المدن. يبقى انا لما جيت اتكلمت عن العماره قلت لك ان العماره كان ليها ارتباط بالدين، قلت لك اول حاجه في العماره المدن بشكل دائري يحيط بيها السور من الطوب اللبني. المقابر، المقبره في الاول
المقبره في الاول كانت عباره عن حفره، يروح عند الرمله يحفر حفره يدفن فيها المتوفي. يعني ادي الارض، ده سطح الارض اهو، يحفر في الرمل يدفن الجثه. يبقى الاول المقبره كانت عباره عن حفره. بعد كده المقبره اتطورت، بقوا يطوروا المقبره شويه، بقت عباره عن مصطبه. ايه هي المصطبه؟ ادي الجثه، حفرنا حفره نعمل مصطبه. ادي الجثه اهي، حفرنا الحفره، هنا نروح عاملين فوقيها مصطبه نكتب عليها اسم المتوفي، اتولد امتى، مات امتى، اعماله، الكلام ده كله. طب بعد المصطبه الموضوع اتطور شويه، عملنا حاجه اسمها الهرم المدرج. ايه هو الهرم المدرج؟ ادي سطح الارض اهو، وادي الجثه دفناها. بعد ما دفنا الجثه عملنا هرم مدرج، مصاطب فوق بعض، كل مصطبه اصغر من اللي تحتها. طب بعد الهرم المدرج عملنا اهرامات كامله زي هرم خوفو مثلا، هرم كامل زي هرم خوفو، ومن جوه في حجره الدفن اللي فيها المتوفي. طب بعد كده المقابر اتطورت اكتر، بقت مقابر منحوته في الصخر او منحوته في الجبال. ايه ده يا مستر؟ هو في مقابر منحوته في الصخر والجبال؟ زي مقبره الملك توت عنخ امون. يبقى مقابر منحوته في الصخر والجبال زي مقبره الملك توت عنخ امون. اهرامات كامله جوه الهرم في حجره الدفن، هرم مدرج مصاطب فوق بعضها، مصطبه واحده وحفره. يبقى المقابر كانت 5 اشكال: حفره، مصطبه، هرم مدرج، هرم كامل، مقابر منحوته في الصخر. المعابد كانت تنقسم الى نوعين، ركز لي بقى في الحته اللي جايه دي. معابد اسمها معابد جنائزيه، هشرح لك يعني ايه كلمه جنائزيه. ومعابد اسمها معابد الالهه. يبقى المعابد نوعين: معابد جنائزيه ودي خاصه بجنازه الملك، معبد بيعملوه علشان جنازه الملك. الملك وهو عايش بيعمل لنفسه معبد عشان لما يموت يعملوا فيه الجنازه بتاعته. ومعابد الالهه دي اللي احنا بنروح نتعبد فيها، اللي بنروح نصلي فيها. قال لك المعابد الجنائزيه هي معابد خاصه بالكهنه واسره الفرعون. معابد خاصه بالكهنه واسره الفرعون، معموله عشان تقوم فيها طقوس الجنازه الخاصه بالملك. قال لك هي معموله عشان يعملوا فيها طقوس الجنازه الخاصه بالملك. تالت حاجه بيكتبوا فيها تاريخ الفرعون واسرته. يعني على هذا المعبد بيكتبوا تاريخ الفرعون وتاريخ اسره الفرعون، ولا يهتموا بانجازاته. بيكتبوا الفرعون تاريخه، اتولد امتى، مات امتى، لكن مش بيهتموا بالانجازات اللي هو عملها. يبقى المعبد الجنائزي ده يا اولاد باختصار هو معبد معمول علشان تقوم فيه طقوس الجنازه الخاصه بالملك. بيكتبوا فيها تاريخ اسره الفرعون وتاريخ الفرعون، لكن مش بيهتموا بانجازاته. زي معبد الدير البحري بتاع الملكه حتشبسوت، وزي معبد عمله ملك اسمه الملك منتحتب الثاني، وزي معبد اسمه معبد الروميسيوم عمله ملك اسمه رمسيس الثاني. يبقى المعابد الجنائزيه زي معبد الدير البحري، معبد منتحتب الثاني، معبد الروميسيوم اللي عمله الملك رمسيس الثاني. طب معابد الالهه، معابد الالهه دي يا اولاد اللي احنا بنروح نتعبد فيها، بنروح نعبد فيها الاله، بنروح نعبد فيها المعبود. طب يا مستر هو لازم الفرعون كل يوم يروح يصلي؟ لا، الفرعون مش فاضي ان هو كل يوم يروح يصلي، الفرعون مش فاضي، فبيبعت حد يصلي بالنيابه عنه. فقال لك ان هنا بيبعت الكاهن الاعظم او الكاهن العظيم او الكاهن الاكبر ايا كان الاسم. الفرعون بيبعت كاهن عشان يصلي مكانه. فقال لك ان معابد الالهه دي بيروح يصلوا فيها، بس الفرعون مش هيروح بنفسه يصلي، مش هيروح يصلي مع عامه الشعب، بيبعت الكاهن رجل الدين نيابه عنه. معابد الالهه يشترك فيها عدد كبير من العمال،
في ناس كتير قوي بتروح تبني في معابد الآلهة، ودايما المهندس اللي بيبني معبد الآلهة بيتكرم. يبقى المهندس اللي بيشرف على بناء المعبد بيتكرم، بيشترك فيها عدد من العمال. الملك مش هيروح بنفسه، بيبعت الكاهن الأعظم نيابة عنه. هقول لكم على حاجة يا أولاد، زي معبد إدفو، زي معبد الكرنك، زي معبد أبو سمبل، زي معبد الفيلة، كل دي معابد آلهة. يبقى المعابد نوعين، في معابد جنائزية بتقوم فيها طقوس الجنازة اللي خاصة بالملك، وفي معابد خاصة بالآلهة، ودي المهندس اللي بيبنيها بيتكرم، وكمان بيشرف فيها أو بيشترك فيها عدد كبير من العمال. تمام؟ يبقى أنا كده شرحت لك كتابة مراكز العلم في مصر، شرحت الأدب، شرحت العلوم، شرحت العمارة، ناقص لي آخر حاجة أشرحها رقم 6، حاجة اسمها الفنون. الفنون عند المصريين يعني الرسم، التصوير، النحت، كل دي اسمها فنون. فانا اول فن عند المصريين القدماء كان فن اسمه فن النحت. ركز لي قوي في اللي انا بقوله ده. اول فن عند المصريين القدماء هو فن النحت. ركز بقى كانوا بينحتوا على ايه، عشان هي دي اسئله الامتحان. في عصر ما قبل التاريخ. كلمه عصر ما قبل التاريخ يعني قبل ما يخترع الكتابه، يعني قبل الاسره الاولى اصلا، قبل اي اسر. عصر ما قبل التاريخ وعصر ما قبل الاسرات كان بيستخدم في النحت الطين والعظم والعاج. يبقى لو قال لي التماثيل الطين العظم العاج كان بيستخدمها امتى؟ قبل التاريخ، قبل ما يعرف الكتابه. طب في بدايه الاسرات، كلمه في بدايه الاسرات يعني الاسره الاولى. في بدايه الاسره الاولى بدا يستخدم النحاس. يبقى تاني يا اولاد، عصر ما قبل التاريخ كان بيعمل التماثيل من الطين، بيعمل تماثيل من العظم، بيعمل تماثيل من العاج. تمام؟ مصر هيعمل تماثيل من العظم ازاي؟ زمان يا اولاد كان يعني عظم الحيوانات كبير شويه، يعني ممكن تلاقي مثلا عظم حيوان كبير شويه، ياخده كده يقعد ينحت تمثال كأنه قدامه حجر بينحت تمثال. فلك هو قبل التاريخ، قبل ما يعرف التاريخ والكتابه، كان بيستخدم الطين والعظم والعاج. طب في بدايه عصر الاسرات مع بدايه الاسره الاولى بدا يستخدم النحاس. طب ركز بقى، في اواخر العصر العتيق، هو العصر العتيق الاسره الاولى والاسره ايه الثانيه، اواخر العصر العتيق يعني اخر الاسره الثانيه بدا يستخدم الحجر. هو ده سؤال الامتحان، ده السؤال اللي انت هتلاقيه في امتحانك. تخش امتحانك كمان يومين 3 تلاقي في الامتحان بيقول لك ايه؟ حجر. يبقى امتى؟ في الحجر تقول له اواخر العصر العتيق. قال لك طيب نحاس امتى؟ بدايه الاسره الاولى. قال لك طب طين عظم عاج قبل ما يعرف الكتابه وقبل ما يعرف التاريخ. اشهر التماثيل في عصر الدوله القديمه كان تمثال خفرع وبالهول. اشهر تمثال في عصر الدوله الحديثه كان تمثال الملك تحتمس الثالث. طيب بعد ما خلصنا النحت، يبقى ده اولاد نحت كنت بقول لك بيستخدم ايه في كل عصر. طيب الرسم والنقش، سميه الله بقى عشان الحته اللي جايه دي مهمه شويه. ثانيه بس عشان ايه، يعني السبوره دي ليها تكنيك تاني خالص، كل حاجه بيبقى ليها ايه زي ما بتقول يعني تكنيك خاص بيها كده، وانتوا جهله اصلا ولا هتفهموا حاجه من اللي انا بعمله ده. اقسم بالله العظيم 3 معايا شويه طلبه يودوا السجن، ممكن يحبسوك اصلا. هتقول لي ازاي يحبسوك؟ هقول لك انا بعدين، عشان هم ساعات يعني ايه بيستفزوني، ممكن اروح ماسك عيل مموته ولا حاجه. المهم نرجع لمرجوعنا تاني. الرسم، ركز لي بقى في اللي انا اقوله لك ده عشان هي دي يا ابني خلاصه الامتحان. الرسم اول ما ظهر، اول مره بداوا يرسموا كان في عصر الدوله القديمه، بس كانت رسوم معفنه، رسوم عفشه زي الرسم اللي انا برسمه لكم في الحصه ده. امتى الرسم بدا يعلى؟ امتى الرسم بلغ ذروته يعني قمته؟ في عصر الدوله الحديثه. اكتر مدينه كان فيها فنانين ومبدعين هي مدينه طيبه. يبقى تاني يا اولاد، الرسم بعرف عنه 3 حاجات. اول حاجه بداوا الرسم في عصر الدوله القديمه بس كان رسم معفن. امتى الرسم بدا يزدهر؟ في عصر الدوله الحديثه، بلغ قمته. طيب ايه اكتر مدينه في مصر كان فيها فنانين وفيها مبدعين؟ هي مدينه طيبه، خاصه الجانب الغربي. يعني ادي مدينه طيبه، الجزء الغربي منها. السؤال ده يا جماعه جه في اكتر من امتحان، اكتب لي عنده مهم، برش ولا برش في الحته دي، اكتب على ايدك قبل ما تروح الامتحان ان الجانب الغربي ده شمال جنوب شرق غرب. الجانب الغربي من مدينه طيبه كان فيه عمال وفنانين. ركز بقى في اللي انا اقوله لك. قال لك ان هم كانوا بيرسموا احيانا على جدران المقابر والمعابد. كانت اكتر رسومات على مقبره توت عنخ امون. يبقى تاني يا اولاد، قال لك الرسم ظهر في عصر الدوله القديمه، بلغ ذروته في عصر الدوله الحديثه،
قال لك ان اكتر مدينه كان فيها فنانين مدينه اسمها مدينه طيبه في الجانب الغربي. قال لك ان هم كانوا بيرسموا على جدران المقابر والمعابد، اكيد مش هيرسم على وش صاحبه، اكيد مش هيقعد يكتب على ايد صاحبه، مش هيرسم على ايد صاحبه، لا مش هيرسم على ايد صاحبته عشان تفهموها. فقال لحضرتك ان هو كان بيرسم على جدران المقابر والمعابد زي مقبره ملك اسمه الملك توت عنخ امون. اخر حاجه اللي اختم بيها الدرس، المصريين القدماء زمان كان عندهم فن اسمه فن الكاريكاتير. ايه هو فن الكاريكاتير يا اولاد؟ وبعد اذنكم افهموه مني، انا واحد من الناس لغايه دلوقتي بحب الكاريكاتير. ايه هو الكاريكاتير؟ كاريكاتير حاجه اسمها رسوم هزليه. يعني ايه رسوم هزليه؟ يعني رسمه بتضحك بس وراها معنى. يعني ايه رسمه بتضحك يعني بس وراها معنى؟ من فتره كده كان جايب لك صوره ترامب، عارفين ترامب؟ جايب لك صوره ترامب ضخمه قوي كده بيدوس على اسرائيل وبيدوس على ايران وبيدوس على روسيا. هل ترامب واقف بيدوس على الثلاث دول؟ لا. بس ده كاريكاتير، ان يعني ده رئيس امريكا عمال يدوس على كل الدول. فرسمه مضحكه وجايب لك صوره ترامب ضخم كده والدول كلها عماله تعمل كده، فاهم؟ جايب لك بقى رئيس كل دوله عمال يعمل ايه بايده كده على الجزمه بتاعته. رسمه هزليه بس وراها معنى. برضه من فتره كان في رسمه تانية جايب لك واحد غني راكب عربيه، تمام؟ وقاعد باصص لواحد فقير وهو زعلان. ليه؟ الغني راكب عربيه بس مش مخلف، لكن الفقير هدومه مقطعه بس مخلف ومعاه ابنه، فاهم ازاي؟ فيعني بيقول لك ان ممكن يبقى الانسان غني معهوش كل حاجه والفقير عنده حاجه بالدنيا كلها. رسمه هزليه، رسمه مضحكه بس وراها معنى. فقال لحضرتك الرسوم الهزليه، فن الكاريكاتير. اول سؤال، الكاريكاتير ظهر في عصر الدوله الحديثه، يعني الدوله القديمه الدوله الوسطى ما كانش فيهم كاريكاتير. احنا اول ناس عرفنا فن الكاريكاتير اصلا، احنا سبقنا الناس كلها في فن الكاريكاتير. قال لك كمان كنا بنعبر بيه على الوضع الاجتماعي والسياسي. صوره مضحكه بس وراها معنى. زي رسمه كانت مشهوره زمان، قطه بتقود مجموعه من الوز، يعني شويه وز كده ماشيين اللي بتقودهم قطه. هل في حاجه اسمها قطه بتقود وز؟ لا. بس دي رسمه ان القطه ده الوزير والوز ده اللي هم الموظفين، ان الوزير يعني هو اللي سايق كل الموظفين. فقال لك رسمه مضحكه. يا اولاد الكاريكاتير هو فن مضحك، الكاريكاتير فن كوميدي. مستر ايه الاسئله اللي هتيجي عليه؟ هو سؤال واحد، ان الكاريكاتير ظهر في عصر الدوله الحديثه. طب مستر ممكن الصفحه دي تقول لي ايه الاسئله اللي هتيجي عليها؟ حاضر يا عم حاضر، انا اقول لك الاسئله اللي هتيجي فين. سمي الله. اول سؤال، الكاريكاتير ظهر امتى؟ عصر الدوله الحديثه، مفيش سؤال تاني، بس خلاص هو كده خلاص. الكاريكاتير ظهر في عصر الدوله الحديثه، مفيش حاجه تانية كده. هنا الرسم والنقش ظهر في الدوله القديمه، ظهر اكتر وبلغ ذروته في الدوله الوسطى، كان موجود في طيبه في الجانب الغربي. طب تالت سؤال، قبل التاريخ طين عظم عاج، بدايه الاسره الاولى نحاس، الاسره الثانيه العصر العتيق حجر. يبقى هنا 3 اسئله وهنا 3 اسئله وهنا سؤالين، اللي هو بتاع الكاريكاتير في عصر الدوله الحديثه وكان بيعبر عن الوضع الاجتماعي وبيعبر عن الوضع السياسي. تمام. اخر حاجه، اخر كلمتين معلش يا اولاد، التواصل الثقافي والفني ما بين مصر وافريقيا. احنا علمنا افريقيا ايه؟ احنا علمناهم ايه وهم علمونا ايه؟ ركز يا معلم. احنا علمناهم ازاي يبنوا اهرامات وازاي يرسموا على الحيطان، وعلمناهم ان الرجال يلبسوا الحلي. يبقى احنا علمنا افريقيا ازاي يبنوا اهرامات صغيره، ازاي يرسموا على الحيطان، وان الرجاله يلبسوا الحلي. كانوا بيلبسوا حاجه اسمها القيراط كده، عود كردان كده، اللي هو بيلبسوا يعني سلسله. تمام. طيب خلي بالك كمان ان الفنانين المصريين عملوا حاجه حلوه قوي. الفخار النوبي، النوبه اللي هي في شمال السودان، كان عندهم طين هم زمان. احنا خلينا الفخار ده يبقى لونه احمر. فلكن احنا عملنا حاجه حلوه قوي، اللي هي دخلنا الفخار الاحمر. هم اهل النوبه عشان قريبين من النيل، وهم يعتبر قريبين من منبع النيل، فكان عندهم طمي وفخار. احنا بقى دخلنا عليه اللون الاحمر. يبقى احنا يا اولاد عملنا تعديلات في السودان، دخلنا الفخار اللي هو اللون احمر، وكمان ودي حاجه مهمه جدا، ان احنا علمناهم يبنوا الاهرامات ويبنوا المقابر وطريقه الدفن، وان الرجال يلبسوا الحلي والزينه، وان هم يرسموا على جدران المقابر والمعابد. درس يا اولاد فيه شويه تفاصيل، درس مهم جدا، بس حرفيا الدرس ده بالنسبه لي هو حوالي ربع الامتحان، عشان كده عملت له فيديو كامل ليه لوحده. يلا يا اولاد ربنا يكرمكم يا رب كده، وتفتحوا الفيديو كده وتبقوا علامه شاطره، ونشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.